بيكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة اكتشفتها مؤخرا خلال دراستي الأخيرة في الثانوية العامة، أو أقصد الدراسة في الشهور الأخيرة وأنا في ثانوية عامة. أنا سمعتها كتير من فيديوز كتير، سمعتها إنه لازم نهتم بدي ونعمل دي وننظف دي ونرتب دي علشان ده بيفرق معانا، لكن تصدقوني أنا كنت بحس إن أنا مش البنت الكيوت اللي هتهتم بالحاجة دي، أو ده اللي هيأثر عليها، أو ده اللي هيخلي تركيزها عالي أو لكن صدقوني أنا واحدة بصوا ما بحبش مثلا أهتم، أو أنا في دماغي حاجة هعملها وخلاص، ما بحبش أهتم بقى بترتيبها، هذاكر فين مش مهم، المهم إن أنا هذاكر، هعمل إيه مش مهم، المهم إن أنا هعمل. طيب هتتكلمي عن إيه؟ شوقتينا. هتكلم عن العوامل النفسية وإزاي بالفعل ليها تأثير كبير على قدرتنا في المذاكرة وعلى تركيزنا. يمكن تكون مفكرتوش في الموضوع ده قبل كده، لكن بجد الحاجات البسيطة زي تعطير الجو ياه كان بيفرق جدا معايا. يعني في الأول ما كنتش بعمل كده، فلما عطرت الجو وافرش مفرش كده على الترابيزة اللي بذاكر عليها، وحوش كل الكتب دي اللي محساني سجن الثانوية دي، حوشها وحط حاجة كده بسيطة، كراسة باكتب فيها والملزمة اللي باذاكر منها، باحس إنه يعني إحساس جربوه والله حلو جدًا، وغير كده بيخلّيكم منتعشين، هوا نضيف، بتتنفسوا حاجة حلوة يعني. ما أعرفش، بس أنا كنت باحس إن أنا متأثّرة بالحاجة الحلوة اللي أنا عاملاها دي، متأثّرة إيجابيًا، فاهمين إزاي؟ هي حاجة ممكن تكون بسيطة وتافهة بالنسبة لكم، لكن صدقوني بتفرق، بتفرق. أنا واحدة بيئة طيب، بس لمّا جرّبت الحاجة دي لأ فرقت، فرقت جدًا يعني فرقت. حسيت لأ إنه باحس إن تركيزي هنا ومش بافكّر بعيد، ومش عارفة في حاجة، في سِر. نفسيّة طبعًا، أكيد النفسيّة اتحسّنت، يعني مش عارفة. المذاكرة في مكان هادي، لمّا كمان تقعد قدّام مثلًا شباك وتطّلع على منظر حلو، أو لو ما فيش شباك تفتح كده تخلّي النور يدخل أوضتك، مش عارفة إيه، تذاكر فوق السطح حاجات بتخلّيك تحس إنه لسه في أمل، في تفاؤل، المذاكرة هتكون إن شاء الله سهلة، هتكون مرتاح وأنت بتذاكر، مش قلقان، مش شايف جو الكتب والبوسترات اللي معلقها والحاجات دي، حاسس إن الضغط عليك، لأ. أنا أصلًا أعتقد إن 55% من الضغط اللي إحنا بنكون فيه، بنكون إحنا عاملينه على نفسنا، بنكون شايلين هَم لو ما جبناش الدرجة، بنكون هَم المجموع، هَم الناس، هَم عماتي، هَم خالاتي، هَم الناس اللي معايا قرايبي في السنة، بنكون عاملين ضغط رهيب علينا. فحاولوا إنكم تفكوا شوية وتحطوا تركيزكم على نفسكم بس، كأنه ولا أهل معاكم ولا قرايب، أنت لوحدك في الطريق ده، وحاول إنك تجتهد على قد ما أنت تكون راضي عن نفسك في النهاية، مش علشان ترضي حد أبدًا، لأ، علشان أنت تكون راضي عن نفسك بس، ده هيفرق معاك جدًا وهيريحك جدًا. وأنا هاتكلم بالتفصيل، مش هارمي كلام من غير ما أشرحه. تعطير الجو، أكيد لاحظت إنك لما تكون في مكان ريحته حلوة بتكون مرتاح أكتر. في بعض الأبحاث بتقول إن الروائح الجميلة زي اللافندر أو أي حاجة، أي ريحة أنت بتحبها، دي بتساعد في تقليل التوتر وبتزود التركيز، فممكن ببساطة تعطر المكان اللي بتذاكر فيه، وده هيخليك أكتر استرخاء وتركيز. أنا طبعا لما حسيت الحاجات دي فرقت معايا حتى لو بشكل بسيط، بس هي ما فرقتش بشكل بسيط بصراحة، فرقت جدا. بديت ابتديت أقرا وأبحث ليه، فده اللي استنتجته. تمام، أنا بقول لكم الحاجات اللي استنتجتها. لما بقيت بذاكر في مكان هادي، ايه اللي حصل؟ لما تذاكر في مكان هادي بعيد عن الضوضاء، بعيد عن المشتتات، ده بيساعد على زيادة التركيز. الأماكن الهادية بتخلي عقلك يكون أكتر استعداد للتركيز، وبكده بتقدر تتخلص وبكده بتخلص مذاكرتك أسرع بجودة أفضل. لو عندك مكان هادي في البيت أو حتى في مكان عام هادي زي المكتبة، ده هيكون مكان مثالي، أو كافيه مثلا بيكون مثلا مخصص للناس اللي بتيجي تذاكر فيه، ده هيكون مكان بيرفكت. كمان لو متاح عندك الجلوس أمام شباك أو منظر طبيعي وتذاكر، الدراسات بتقول إن وجودك في مكان فيه منظر طبيعي وحتى الشباك بتشوف منه خضار أو سما، ده بيحسن مجازك وبيساعدك على الاسترخاء، وده لأن الطبيعة بتقلل من مستويات التوتر في الدماغ وبتخلي الإنسان يحس بالراحة. فهمت ليه دلوقتي الحاجات دي بتفرق؟ اللي احنا متخيلين ان هي تبع الناس الكوتي موتي، ده مش تبع الكوتي موتي، ده عادي الإنسان الطبيعي. البيئة اللي أنت بتذاكر فيها بتأثر بشكل مباشر على نفسيتك. لو المكان مليان فوضى أو في هنا مرمي وهنا مرمي، ده ممكن يخلي عقلك مش قادر يركز، لكن لو المكان مرتب هادي ومرتاح فيه ومعطر، ده ممكن إنه يخلي إنتاجيتك أكتر. الراحة النفسية والمذاكرة بحب،
يعني إيه؟ لما يكون عندك بيئة مريحة ده بيساعدك تذاكر بحب، لما تحس بالراحة والهدوء عقلك بيشتغل بشكل أفضل، وده مش بس هيخليك تذاكر أكتر، لأ كمان هيخليك تحب المذاكرة أكتر. نصيحة أخيرة، مش لازم تعمل كل حاجة مع بعض، ممكن جرب تجربة بسيطة زي مثلا رتب المكان اللي انت بتذاكر فيه، عطر الجو، حاول تذاكر في مكان هادي قدام منظر طبيعي مثلا لو في، هتلاحظ الفرق في نفسيتك وتركيزك. جربوها وشاركوني في التعليقات لو فرقت معاك. وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، يلا سلام.